ركز كده على الولد ده تقريبا وهو بيلعب في الشارع في حاجة وقعت منه في الترعة، فجاب عصاية عشان يحاول يجيبها. وطبعا مش في دماغه ان هو ممكن يتزحلق وهو ما بيعرفش يعوم. لا، هو عايز يجيب الحاجة دي وخلاص. فهو بيحاول يجيبها اهو، وفجأة وبدون اي مقدمات رجله هتفلت فهيقع في الترعة. طبعا اخوه واقف في الناحية التانية ولا صاحبه، ومش في دماغه اصلا، يعني بعد ما هيقع برضه مش في دماغه. اهو كده وقع الزحلق اهو. وصاحبه او اخوه واقف زي ما هو من الصدمة تقريبا مش عارف يعمل ايه. جري عليه الاتنين اللي ورا دول طبعا ونادوا للناس عشان يلحقوه. طبعا هما ما بيعرفوش يعوموا، ولا الولد بيعرف يعوم، ولا الولد اللي واقف التاني بيعرف يعوم ولا عارف يعمل اي حاجة. وفجأة هتجري عليه مين؟ امه. امه برضو اللي هي ما بتعرفش تعوم فرمت نفسها. شوف، رمت نفسها بدون تفكير، قلب الام. وطبعا الناس حاولت تساعدهم بس الحمد لله ربنا ستر وقدروا ينقذوه. وده بتوفيق وفضل من الله. عشان كده لازم نعلم ولادنا السباحة. لازم أي حد فينا يكون بيعرف يعوم. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. السباحة مهمة جدا. الحمد لله طلع بسلام. هنا بيشقلبوه بقى عشان يخرجوا المية من صدره. والحمد لله عدت على خير. وياريت نخلي بالنا من أولادنا. كمل تقليب.